على ارتكاب الخطأ موسى نياكاتي. تعليمات جمال بالماضي صباتي نجم نادي ريال بيتيس. كادت أن تكون الكرة خطيرة جدا طبعا. أيت نوري بالراس، شيبي بغداد بونجاح يتفوق للحظات فقط. عادت على الجهة اليمنى إلمان دياي، العودة إلى الخلف. سعيد بن رحمة الضغط على حامل الكرة، بغداد بونجاح وماندي. التفوق لماندي الذي يرسل الكرة أمامية سهلة لأيت نوري. زروقي في منتصف الميدان، ضاعت منك يا زروقي، لمسة يد فعلا كان أكثر من أجل إجباره على الخروج من منطقته. سنرى وسنتابع. الكنترول مضمون في حضرة رياض محرز. ماذا بعد الكنترول؟ هكذا تتحدث مع رياض محرز، لأنه ترويض للكرة واستقباله ما شاء الله تبارك الرحمن، وهذا من زمان. كرة في منتصف الميدان وصلت إلى عيسى ماندي، يبحث عن زميل متحرر أمامية باتجاه سعيد بن رحمة، يخرج ويأخذ الكرة وحدة اثنين بشكل رائع. سعيد مرة أخرى ثلاثة، الرابعة على الجهة اليمنى قد تصل لم تصل، وصلت إلى سفيان فيغولي في مشروع ربما الهجمة الأولى بالنسبة للمنتخب الجزائري فعلا بوسط. يرحم بابك عم الله. خلاص الطفلة ملي يوسف عطال، نسيت نفسك يوسف، وتحولت لمصلحة المنتخب السنغالي. ونقول هدف صراحة، ثم الهدف يأتي لمصلحة الجزائر. لملا بغداد بونجاح الانطلاق، عندك زروقي، بغداد زروقي بغداد خطيرة. لا 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 لا، تحولت في هجمة معاكسة سريعة للسنغال. يلا التغطية الدفاعية وجب أن تكون حاضرة داخل منطقة الجزاء. عيسى ماندي رائع، برافو عيسى، برافو ماندي في المنتخب السنغالي على الجهة اليسرى أمامية باتجاه جاكسون. صعبة المحاولة لمصلحة المنتخب السنغالي، وصلت إلى ساديو ماني، 1 على 1. ساديو يحضر، صعبة يا سفيان، حذاري يا سفيان فيغولي، وحذاري أيضا يا الشيبي. عدم ترك هذا إدريس غاناغاي أو غيره. يستعد ليرسل كرة طويلة أمامية إلى الجهة اليمنى لمصلحة عناصر المنتخب الوطني الجزائري. استراع موجود، سفيان فيغولي حكم المباراة يمنح المخالفة لمصلحة ساديو ماني وعناصر المنتخب السنغالي. روح رياضية كبيرة فوق أرضية الميدان، تقريبا كل اللاعبين يعرفوا بعضهم بعض. المنتخب يتحدث عن مدرب السنغال طبعا اليو سيسي، الكوتش جمال بالماضي. كرة سنغالية في منتصف الميدان، الخروج بالكرة والتحول ثم التمريرة في العمق. الثاني متسلل، هذا مش متسلل، صعبة مرة أخرى رائع. ماندريا يؤكد مرة أخرى بأنه سيكون واحدا من الحراس المميزين، ودخول كاميرا أيضا في مكان اللاعب رقم 17 في صفوف المنتخب السنغالي. الحديث عن بابي ماتر. وفي الجانب المقابل جمال بالماضي أيضا يتحدث مع عناصره فوق أرضية الميدان. على الجهة اليسرى يسارع بغداد بونجاح على الكرة ويستفيد من مخالفة واضحة لفائدة المنتخب الوطني الجزائري الذي وجب أن يكون حاسم أمام الشباك، يفتقد فقط للمسة الأخيرة. هجمتنا المرتدة منظمة في انتظار إنهاء الكرة واستغلال الكرات الثابتة طبعا في تنفيذها. الآن رياض محرز 63 دقيقة مشاهدينا الكرام لعبناها، مخالفة مباشرة وكرة ثابتة لمصلحة المنتخب الجزائري. عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، بغداد بونجاح داخل منطقة الجزاء. طوال القوة القامة موجودين، محتاجين إلى لاعبين أيضا على مستوى خط 18 في استقبال الكرة الثانية إذا أتيحت. لملا رياض محرز ينفذها مباشرة داخل منطقة الجزاء، رأسية قوية. الرأسية القوية تخترق الشباك السنغالية وتمنح أحلى أسبقية للفرقة الجزائرية. مع حلول الدقيقة 64 المحاربون يهزون شباك السنغال ويفتتحون بوابة التسجيل، وفرحة كبيرة للجماهير الجزائرية الحاضرة بالمدرجات. شايبي برأسية قوية يمنح الأسبقية للمنتخب الجزائري بشكل رائع، نفذت من رياض محرز، ارتقى لها شايبي، لم يكن هناك تسلل، نفذت بشكل رائع. شايبي بالراس، 1-0 للمنتخب الجزائري. أول سيناريو في المباراة، توزيعاتك دواء يا رياض محرز. ماذا حدث بالضبط؟ تدخل واضح يا ساديو، واضح يا ماني، تدخل الماضي على عيسى ماندي، ثم هذه الحركة التي قام بها ساديو ماني التي توضح
جليا انفعاله في المباراة بعد مرور 78 دقيقة لعب. مشاهدينا الكرام، 1 الجزائر لا شيء السنغال. ساديو ماني يغطي الكرة بالشكل اللازم، تغطية دفاعية تأتي. حكم المباراة ماذا يقول؟ مخالفة سنغالية. متوتر قليلا اليوم ساديو ماني على غير العادة. عمورة بسرعة كبيرة كالسهم ورياض أو جمال بلماضي في حديث طبعا جانبي، ويبدو أنه فيه تغيير. سنرى وسنتابع بعد انطلاقة أمين عمورة اللي ممكن يغير هو شايفون الجزائري. ها هي انطلاقة محمد أمين عمورة هنا ومحاولة المرور أمام دياطا. فعلا اليد الوطني جمال بلماضي ومساعديه طبعا. مستمر الحديث، إن شاء الله الأمور لا تخرج عن نطاق، يكون كل شيء تمام بالنسبة لهذه المباراة. صراحة كانت مباراة ودية بطابع رسمي وجدية كبيرة بين المنتخبين، شاهدنا فيها كل شيء، الفرص، الاندفاع البدني، الأهداف. واحد من هذه الجزائر والحاج ديوف يظهر في الصورة، نجم الكرة السنغالية، واحد من المهاجمين المميزين التي تفتخر بهم القارة السمراء. يواصل تشجيعاته طبعا لعناصره فوق أرضية الميدان. المخالفة السنغالية والتنفيذ على مستوى القائمة الثانية صعبة وخطيرة، والتغطية الدفاعية حاضرة لمصلحة عناصر المنتخب الوطني الجزائري. وصلت إلى الجهة اليسرى رياض محرز في التغطية الدفاعية، يوسف عطال مرة أخرى في التغطية أمام الصالية، والتوزيعة سهلة بأحضان الحارس أنطوني موندريا الذي أقولها أيضا بلسان فصيح. يا أندريا، لعبت واحدة من أروع مبارياتك مع المنتخب الوطني الجزائري، ربما لم تكن لديك الفرصة كاملة في حضرة الرئيس وهاب بولحي الذي يبقى واحدا من أعمدة وأروع ما مر على الكرة الجزائرية من حراس، ولكنك يا موندريا الصورة التي قدمتها اليوم ستعطيك الكثير والكثير 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 طبعا من الانطباع الحسن والرائع الذي منحته لنفسك بالنسبة للجماهير الجزائرية ومدربك جمال بلماضي. وصلت على الجهة اليسرى لسعيد بن رحمة في انطلاقة لبوداوي لعناصر المنتخب الوطني الجزائري. سقوط في اللقطة الماضية، وحكم المباراة يمنح المخالفة لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري. العقدة مستمرة، السنغال لا تفوز على الجزائر خاصة في المواعيد الأخيرة، والمنتخب الجزائري بقيادة الكوتش جمال بلماضي يؤكد مرة أخرى علو كعبه على المنتخب السنغالي في الأعوام الأخيرة وفي المباريات الماضية، ويؤكد مرة أخرى بأنه منذ عام 2008 يرحم بابك عم الله، خلاص الطفلة ملي. المنتخب الجزائري لم يخسر أمام نظيره السنغالي، ويتوجه لتحقيق الفوز مرة أخرى في هذا الموعد والاختبار الودي، وبالضبط هنا بملعب عبد الله وادي، وأمام أكثر من 50,000 متفرج غصت بهم مدرجات هذا الملعب الرائع والمميز. كرة سنغالية هي الأخيرة طويلة أمامية، التركيز كل التركيز، قراءة دفاعية رائعة بالراس من يوسف عطال، ثم بالصدر عمورة بشكل مميز، وانطلاقة لبوداوي ولعناصر المنتخب الجزائري. بدنيا أنت رائع يا بوداوي، مباشرة تبادل كروي، وصلت لبوداوي مرة أخرى يسيطر على الكرة. كوليبالي تدخل قوي جدا في إطار اللعبة، لعب الكرة كوليبالي في اللقطة الماضية، ثم العودة للحارس إدوارد ماندي في آخر حملات منتخب السنغال. عمورة والضغط دائما، برافو عمورة، بهذا الشكل وجب أن تستغل المجهود البدني الموجود بالنسبة لك مقارنة بزملائك الذين تعبوا، خص بالذكر رياض محرز وكذلك الأسماء الموجودة فوق أرضية الميدان. حذاري من انطلاقة ساديو ماني التي تكون ربما الأخيرة في هذه المباراة. راقب جيدا يا عطال بشكل رائع، يتفوق عطال، عرضية خطيرة بالراس
بالراس مرت الحمد لله. سلامات بردا وسلاما على دفاع المنتخب الجزائري. رأسية هذا اللاعب الخطير في صفوف المنتخب السنغالي نيكولاس جاكسون نجم البلوز تشيلسي هنالك في انجلترا تحت انظار واعين المتألق سابقا الحاج ديوف. توزيعه كانت رائعة وكان وحيد. مرت سلامات لحسن الحظ، كانت رأسيته خارج الإطار. بن سبعيني وإيد نوري ولا واحد ارتقى مع اللاعب جاكسون في اللقطة الماضية. الحمد لله كانت كرته بعيدة كل البعد عن مرمى الحارس موندريا. كرة أمامية من موندريا لفائدة المنتخب الجزائري. نتجه للعب 5 دقائق كاملة. دخلنا الدقيقة الخامسة كوقت بديل. هل سيعلن حكم المباراة عن نهاية اللقاء؟ كرة سنغالية، ماندي يوصل صراخ ومنح التوجيهات لعناصره فوق أرضية الميدان. خبرة كبيرة. محمد أمين عمورة، تغطية دفاعية. رياض محرز سقط فوق أرضية الميدان. صراع موجود، خطأ واضح طبعا على رياض محرز يعلنه حكم المباراة الذي يتوجه تدريجيا للإعلان عن نهاية المباراة والصافرة النهاية بهذا الفوز الرائع والمميز لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري هنا في أدغال القارة السمراء وبالضبط بالسنغال بدكار في أمسية رائعة أيضا تضاف إلى الأمسية الجميلة التي لعب فيها منتخبنا الوطني الجزائري. مباريات كبيرة جدا والانطلاقة الآن تأتي لمصلحة المنتخب السنغالي. الضغط على حامل الكرة مستمر بشكل رائع. برافو الأولاد، لعبتوا مباراة رائعة جدا وجب أن تنهوها بهذا الشكل. حذري من انطلاقات دياتا على الجهة اليمنى، يحاول التوزيع بالقدم اليسرى وبن سبعيني بالراس بشكل رائع. حذري من الكرة الثانية والكرة تتحول إلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب السنغالي. ترقب على شده من قبل طبعا إطار المنتخب الوطني الجزائري. هذه المباريات الكبيرة تربح سواء كانت ودية ولا رسمية تربح. التوزيع هنا داخل منطقة الجزاء. قراءة دفاعية بالراس من زرقان ثم الإبعاد يأتي في الكرة الثانية بشكل رائع. المنتخب السنغالي سيضغط وسيرمي كل ما بوسعه وثقله في اللحظات الأخيرة. ساديو ماني في صراع جانبي في اللقطة الماضية. السنغالية يضغط على حامل الكرة بودوي. برافو لمصلحة المنتخب السنغالي. ستكون الكرة الأخيرة. أيد نوري بالراس بشكل رائع. كنتم منظمون بشكل رائع في هذه المباراة. تسديدة قوية رائعة مرة أخرى. ماندريا يؤكد بأنه رائع وقدم مباراة كبيرة ورجل هذه المباراة بواقعية كبيرة بعد تسديدة دياتا القوية جدا خارج منطقة الجزاء. تنفذ الكرة مع صعود الحارس السنغالي. فرصة صعبة، الحارس غير موجود. بإمكاننا أن نرتد بسرعة واللحظة. مشاهدينا الكرام متابعينا أينما كنتم حيثما تواجدتم يعلن حكم المباراة عن نهاية اللقاء بفوز رائع للمنتخب الوطني الجزائري بهدف واحد دون مقابل بعد 15 سنة عن آخر مواجهة بين الجزائر والسنغال في الإطار الودي. الخضر مرة أخرى يؤكدون علو كعبهم وتفوقهم الكبير والتاريخي على المنتخب السنغالي بفوز رائع ومميز برأسية قوية من قبل شايبي الملتحق حديثا بالبوندسليغا رفقة فرانكفورت. مشاهدينا الكرام كان معكم معلقكم وليد فرحادي. دامت أفراح الجزائر وإن شاء الله العاقبة إلى المباريات الرسمية مع موعد وعودة محاربينا من جديد للتألق على مستوى القارة السمراء. الآن مشاهدينا الكرام العودة للاستوديو التحليلي رفقة الزميل مسعود تشيشة وكذلك فريق التحليل في التلفزيون الجزائري. مسعود إليك بعد الفواصل الإجهارية.